عسلامتكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير ونعمة يا ربي. اليوم جيتكم بوصفة الملصوقة دياري، سبق وهبطتها اما قلت ميسالش علاش لا نزيد نعاود ان نشاركها معاكم. سهلة ما فيها حتى شيء، كتتبعوا يعني تتبعوا الطريقة بالضبط تجيكم، راهي سهلة تجيكم، يعني حاجة باهية وسهلة سهلة بالكدا. انا جربت كعبات بريك، وهذا هي الملصوقه نتاعنا. بالنسبه للملصوقه عملتها اسميد وفارينه. خذيت 200 غرام فارينه و400 غرام سميد ارطب وشويه ملح حسب الذوق وما دافي. السميد كما شفتوا راهو سميد ارطب اكسترا فين، وشويه ملح وهذا الماء الدافي باش نخلط المكونات مع بعضهم، وباش نبدا نزيد في الماء بشويه بشويه ونلم العجينه وبعديك نعجنها شويه. وتو تشوفوا الطريقه. بالنسبه للماء راهو كل واحد حسب السميد اللي عنده وحسب الفارينه، راهي فما الفارينه والسميد اللي يشربوا، وفما الفارينه والسميد اللي ما يشربوش. فما يعني كل واحد حسب النوعيه متاع يعني متاع النواشف. هذاك علاش تعملوا الماء تصبوه يعني بشويه بالطرف وتقعدوا هكايا تعجنوا حتى لين يعني يعني تبدا عندكم عجينه لينه بالكدا بالكدا. كيما تشوفوا لهنا خلطت يعني الفارينه والسميد والملح وبديت نزيد في الماء. بالنسبه للملصوقه راهي ما تجيش بالزيت، راهو جوست فارينه وملح وماء كهو وسميد. وتبدو هكايا تزيدوا في الماء بشويه بشويه وتعجنوا. راهو تنجموا تعملوا عجينه كاس حتى عجنوها مليح مليح، ومن بعد كل مره تزيدوها الماء حتى لين تترخف. المره هذه انا ديريكت يعني عجنتها في وسط الشقاله ديريكت. كل مره نزيد الماء وراي في ساعة تحضر في ساعة تطيب، يعني تطيبها في ساعة في ساعة. نجموا تعملوا كل يعني كل جمعة تعملوا الملصوقة متاع جمعة كاملة، يعني مش لازم تعملوا ملصوقة متاع شهر كامل، جوست هكا كل جمعة تعملوا شوية عجينة و... وتخلطوها. تنجموا تعملوا بها طاجين ملصوقة وتنجموا تعملوا بها البريك، وتنجموا تعملوا بها زيت البريكة الحلوة. اما السمسة راهي ما تجيش بالملصوقة العربي خاطرها شوية اخشن من الملصوقة متاع الساشيات. كيما شفتوا كل مرة نزيد الماء راهو دافي له سخون له بارد، وكيف هكا يعني نعجنها كيما هكا. هي السر متاعها شنو؟ السر متاعها اللي هي يلزمها ترتاح الملصوقة، ترتاح أقل شيء ساعتين ثلاثة، يعني ما أقلش من ساعتين. قد ما ترتاح قد ما تطوعكم من بعد في التطيب. سهلة على الآخر. لهنا شوفها كيفاش مرخوفة. توا باش نغطيها ونخليها ترتاح. هي رايك ترتاح سبحان الله تعمل حتى العيون، يعني تظهر العجينة ترتاح وتولي متماسكة بالكدا. يعني كي تجبدوها تبدا تتجبد معاكم. لهنا من بعد هكاك ساعتين ونص ولا 3 سوايع شوفوها كيفاش تتجبد، ارتاحت مليح مليح. يلزمها تكون هكا راهي عجينة الملصوقة، يلزمها تكون مرتاحة وتتجبد. حطيت صحفة متاع ماء بحذايا ونبلي يديا بالماء ونهز بها العجينة. كي تجو تهزوا العجينة تبلوا يديكم بالماء باش العجينة ما تلصقش في يديكم كيما هكا وتخدموا بها. لهنا حطيت الغاز كيما شفتوا ماهوش قوي برشا، وحطيت القلايه. انا خديت الكريبير هذيا ديما نعمل بها كان البريك والا الكريب، يعني من مستحفظه عليها بالكدا بالكدا. نخليها تسخن ومن بعد نبدا نخدم في الملصوقه. وحطيت العجينه بحذايا وصحفه الماء، نبلي يديا بالماء ونهز الطرف متاع العجينه ونبدا نخدم في الملصوقه كيما تشوفوا. بالنسبه للغاز ما يلزموش يكون قوي برشا، راهي تشيح فيسع وتتنطر يعني العجينه. وما يلزمهاش زاده تكون الغاز واطي على الاخر، سينو العجينه تبسلكم وهي قاعده تطيب. كي تشوفوا الجناب هكا تهزت من الجناب هكا هاو تنحيوها، ما تنحيوهاش زاده نيه، تخليوها تشيح شويه، يعني كانت تنحيوها نيه راهي باش تجيكم عجينه. لهناك تبدا فما هكايا حاجه هكايا تنجموا ترقعوها بطرف عجينه، تهزوا بيديكم وترقعوها في ساعه تشيح ما فيها حتى شيء. كلا جناب هكايا تبدا تتهز نحاها، ما تخلوهاش تطيب اكثر من اللازم، راهي تجيكم يابسه وشايحه. شوفوا لهنا هاي تهزت وراهي جات ورقتها جويده بالكدا ما فيها حتى شيء. والكعبه اللي نطيبها راني نحطها على المنديله ونغطيها بمنديله اخرى. لهنا هذه الكعبه الثانيه
ما شاء الله، يعني الطرف هذيك متاع العجينه طيح بالكدا متاع كعبات يعني اوراق الملصوقه. وكما تشوفوا كي نلقى تقطيعه ولا حاجه راني نرقعها، كي تشيح نجبدها ونحطها فوق الكعبه الاخرى. الكعبه اللي نخدمها نحطها فوق اختها، يعني فوق الكعبه اللي قبلها. كما تشوفوا هاي ترانسبارونت وسهله. شوفوا كيفاش راي العجينه كي تبدا مرتاحه تمشي معاكم فيسع فيسع. شوفوا كيفاش تمشي، يعني بالرغم ما مانيش بروفيسيونيل راني في الملصقه، اما سافا نتسمى نسلكها خير من الملصقه نتاع الباكوات. ابن وتبدا تتقرمش خير وفاوحه يعني الملصقه دياري وحدها. ملصقه الباكوات الاكثريه تجي في السمسه وفي حاجات اخرين، ما تجيش في المحنشه. اما الملصقه هكايا دياري تجي في البريك، تجي حاجه بنينه برشا. الكعبه اللي نحاها نحطها فوق اختها لهنا كما تشوفوا، حطيتهم على منديله وهكي نرجع عليهم المنديله والا نغطيها بمنديله اخرى. ومن بعد راني كي يبداو يطروا، كي يبداو طريين، نخليها تشيح، يعني نعريهم هكايا ونخليها تشيح باش ما الكعب ما يندوش وما يلصقوش في بعضهم. يلزمكم تخليوها تبرد، يعني تبرد بالكدا بالكدا باش تخبوها في الكونجيلاتور والا تخبوها في الفريجيدير. بالنسبه لي انا باش نعمل طاجين ملصوقه خبيتها في الفريجيدير عادي. كما تشوفوا ما شاء الله الكعبة قد أختها وجات ما شاء الله مرتوبة بالكدا. لهنا خديت شوية جبن، شوية كبار، شوية فلفل أكحل، جبن توابع لافاش كيري، وشوية زيتون، وشوية بصل ذبلته، وشوية طن. لهنا ما عنديش معدنوس، وليت عملتها كان بالبصل هكا ذبلته وطن وجبن وكبار وهكا هو. ومش نعمل خليط متاع بريكة، عملتها مخلطة. تنجموا تعملوا بريكة بالعظمة، اما انا حبيت نعمل بريكة مخلطة وحبيت نوريكم يعني الريزلت متاع الملصقة كيفاش كي تتقلى. لهنا تويتها مثلثات. بالنسبه للبريكه هذه تنجموا تعملوها زاده بالبطاطا المسموطه، انا ما نحبهاش برشا راني البريكه بالبطاطا، نحسها تشبع ياسر ونحسها هكا مبطبطه ولا كيفاه. نحبها هكايا ما فيهاش بطاطا حسيلو. راني نعملها البريكه بالبطاطا ما مش ديما ونحطها تتقلى. وبالنسبه للبريكه انا راني نقليها على نار هاديه باش تجي طايبه مليح مليح من داخل، ما نحبش زاده تبدا نيه. ونقعد هكا نقلبهم حتى كشلين يحمروا من مشيرتي. تنجموا تعملوا البريكه بالعظمه، ان شاء الله المره الجايه نصور معاكم بريكه بالعظمه بالحم مفروم. نصور معاكم البريك سوابع، ان شاء الله كل مره نصور معاكم نوع متاع بريك. والكعبه اللي تطيب نحيها ونحطها على البابي اسويتو باش تشرب الزيت وكهو، يعني نقعد نقلب فيها حتى كشلين يطيبوا، حتى كشلين يحمروا. راهي تجي تتقرمش وتجي بنينه برشا. كما تشوفوا نقلبهم وكل واحد كيفاش يحب يعني البريكه نتاعو كيفاش طايبه، اللي يحبها نيه، اللي يحبها طايبه مليح، كل واحد كيفاش يحب. لهنا سقطرتها هكا من الزيت، واللي نقلاها كما قلت لكم نحطها على اسويتو والا تحطوها على كسكاس وتحطوا تحته صحن باش تقطر هكا الزيت. وهذوما كعيبات البريك نتاعنا حاضرين، جاو بنان برشا فاوحين على الاخر. بالرغم يعني ما فيهمش معدنوس، اما جو حاجه بنينه برشا. هذا هي طريقتي في الملصوقة، وهذا هي نوع من أنواع البريك التونسي. إن شاء الله عجبتكم الوصفة، وراهو جاي يتقرمش على الآخر. إن شاء الله عجبتكم الوصفة، وإن شاء الله في وصفة أخرى وسنين دايمة، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وكهو وبسلامة. وإن شاء الله تجربوا الوصفة زادة وتبعثوا لي تطبيقاتكم على انستغرام القناة كويزين أغيج. بسلامة.